ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسعادة. تصريحات 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 يا جماعة. طبعا الوسط الرياضي كله محتدم تصريحات، بس تقريبا كل حاجة في الكرة المصرية تقريبا خلاص وقفت بقى اجازات وبتاع. موسم انتهى، فطبعا دلوقتي كله البرامج الرياضية دلوقتي شغالة تصريحات، بس كله بيتكلم على القديم وعلى الجديد واللي بيصرح ومين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد في الأندية ومين اللي هيبوظ الأندية ومين. كلها تصريحات تصريحات تصريحات. طيب، اول تصريح معانا كابتن مصطفى عبده بيقول قال حاجه كويسه جدا. قال الشناوي حارس كبير تمام وكل حاجه، يعني الشناوي حارس كبير وكل حاجه، احنا معترفين يا جماعه بكده، بس لازم يقعد شويه. طبعا كلام يحترم يعني. كابتن مصطفى عبده بينتقد الشناوي بس بشياكه شويه، يعني بيقول إيه؟ يقعد. زي ما انا قلت قبل كده في حلقه قبل كده، قلت يا جماعه الشناوي على الاقل على الاقل خالص شوبير يبقى الاساسي وهو يقعد، يا اما الاثنين يبدلوا، واحد ياخد الدوري والتاني ياخد مثلا الكاس وافريقيا. تمام، لكن قصه استمرار الشناوي بالاداء اللي احنا بنشوفه الباهت ده حرام حرام، وظلم الشوبير كبير جدا. تمام تمام. في كمان معانا تصريح للصحفي الزملكاوي عمر جاب الله، بيقول شيكابالا يتجه للاعتزال خلال 48 ساعة. طبعا كلام شيكابالا عن الاعتزال، والناس كلها بتتكلم عن اعتزال شيكابالا، والكلام ده الكلام ده لغايه دلوقتي مش اكيد. في كلام بيقول لك انه هيمد الفتره بتاعته سنه كمان وبعدين يعتزل، وفي ناس بتقول لك انه بيعتزل، وكمان في مشاكل بينه وبين مجلس اداره الزمالك وفضايح يعني كالعاده يعني. اللي هو مش ان هو عايز ان هم عايزينه يمشي وهو عايز يقعد والكلام ده. طيب، كابتن ميدو، احمد حسام ميدو طبعا الراجل اللي هو طبعا تصريحاته انتوا عارفينها بتبقى طالعه منين بالظبط يعني. بيقول لك ما تقلقوش بنعمل فريق قوي للموسم القادم والزمالك سينافس على كل البطولات. طبعا ده تصريح عامل زي تصريح احنا معانا دفتر شيكات مفتوحه. التصريحين بيساووا بعض بالظبط يعني. كابتن حسام ميدو طبعا كلنا عارفين تصريحاته يعني، والشيكات يا ميدو. هو ده كابتن احمد حسام ميدو. طبعا الكلام ده كله مسكنات علشان خاطر جماهير الزمالك اللي عايزه تسمع الكلام ده وخلاص، ويعتبر مش فارق معاه فريقه. لازم تحط ايدك على المشكله عشان تحلها. هو ايه اللي الزمالك هينافس على كل البطولات؟ حط الناس في الواقع بتاعك وقول لهم الزمالك محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، واحنا بنشتغل وبجايبين اخرنا وبنعمل كذا عشان مصلحه النادي. لكن مسكنات 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 بس. طبيعي ان في ناس بتطبل لك وفي ناس ماشيه وراك وفي ناس فرحانه بالكلام اللي انت بتقوله ده، الا من رحم ربي. والزملكاويه المحترمين اللي بقوا قليلين جدا، اللي هم خايفين على مصلحه ناديهم، وكمان بداوا يفقدوا الامل اصلا بسبب الاداره والادارات المتعاقبه اللي بتمسكهم، والناس اللي زي احمد حسام اللي في لجنه التخطيط ده كده، في لجنه تخطيط نادي الزمالك يعني، او ماسك لجنه التخطيط تقريبا كمان يعني. طيب، كابتن ايه بقى ده؟ عمرو اديب يا جماعه، الصحفي الاستاذ عمرو اديب. طبعا الاستاذ عمرو اديب البرنامج بتاعه اللي اسمه الحكايه بيجيب فيه تقريبا يعني تحسه كوليكشن كده، شويه احزان شويه حوادث شويه اخبار سياسه شويه رياضه. كابتن تاني بقول كابتن علشان رياضه. عمرو اديب بيقول ايه بقى؟ بيقول في عروض بالملايين لابراهيم عادل والشيبي وفيستون مايلي وزلاكا، واداره بيراميدز مقتنعه انها كباري وان الاهلي في الصوره. نفس القصه في الزمالك، حسام عبد المجيد واحمد فتوح وبنتايج عندهم عروض خارجيه والاداره شايفه انها كباري برضه. الخطيب عمل هوس رسمي للكوكب يا جماعه، والكل شايف الاهلي في كل صفقه. الاهلي عمل جنان لكل فرق الدوري. دي حقيقه يا جماعه على فكره، دي حقيقه جدا يعني. ان دلوقتي كله خايف ان اي لعيب يطلع يرجع الاهلي، بالذات طبعا الزمالك وبيراميدز لان دول تقريبا اللي بينافسوا الاهلي يعني. فكلهم خايفين اي لعيب يطلع من عندهم. دي برضو حاجه يا جماعه تبين لكم ان الاهلي هو رقم واحد على الاقل على الاقل خلاص في مصر، يعني هو رقم واحد دلوقتي في مصر. انتوا بتقولوا احنا اكبر قلعه والفريق التاني بيقول لك احنا ما اعرفش مين. صح كده؟ تمام. طيب دلوقتي انت خايف ليه تطلع اللعيب بتاعك؟ ما هو لو عايزك هيرجع عليك، لان انت في وجهه نظرك ان انت اكبر قلعه، وانت تاني في وجهه نظره انه مفيش زيه. صح كده؟ يبقى ما نفضلش نقول كلام ونقول اي كلام مرسل وخلاص ان احنا فرق ما اعرفش ايه. تمام، انتوا كده اكدتوا وبتاكدوا للناس مرارا وتكرارا ان الاهلي هو الفريق الاول، والاهلي حلم اي لاعب على الاقل داخل قاره افريقيا حلمه النادي الاهلي. مش فيها خلاف ولا كلام يعني. تمام. معانا كمان في كلام عن الصفقات برضو. لا معانا تصريح كمان. الصحفي حسام المندوه، ده امين صندوق الزمالك، واحد اسمه حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك.
بيقول لك احنا هدفنا المشاركه في كاس العالم 2029. طبعا ده تصريح انا مش عارف اوصفه بايه الصراحه، ده عدى ميدو، ده عدى احمد حسام ميدو بقى. يعني كابتن حسام المندوه ده عدى كابتن احمد حسام ميدو. يعني ايه هدفك المشاركه في كاس العالم 2029؟ انت عارف في كم مرحله عشان توصل لكاس العالم 2029 لازم تحققها؟ لازم تبقى اول او تاني دوري، دي اول نقطه. لازم بعدها تشارك في دوري ابطال افريقيا اللي انت ما خدتوش بقالك 24 سنه، بعدها تكسب دوري ابطال افريقيا. انت متخيل؟ فانت ما تتكلمش في كده، يعني انت اقل حاجه قول هدفنا مثلا ناخد مركز كويس في الدوري مثلا، يعني باللي انا شايفه، سواء في الاداره او في اللعيبه يعني. فطبعا ده تصريح بوم طخ برضو، علشان خاطر ايه الناس تتكلم عليه. تمام. معانا تصريح، معانا كلام برضو عن عن الصفقات. كابتن احمد شوبير برضو راجل دمه خفيف يعني فبيقول ايه؟ بيقول لك ريبيرو خلال اجتماع عمله يعني قال لك الجزء الفوقاني مبسوط منه وتمام التمام، لكن الجزء التحتاني منه يعني تمام. الراجل طلب خط دفاع كامل يا جماعه، يعني الراجل مبسوط من الهجوم وخط النص من الاخر، وده طبيعي كلنا مبسوطين منه، اصلا احنا عندنا خلاص بقى عندنا وفره في المراكز الاماميه وفي خط الوسط، لكن الدفاع ما عندناش حد تقريبا. فبقول لك الراجل عايز خط دفاع كامل، منهم مبدئيا كده احمد هاني وشكري طبعا باك يمين وباك شمال سيراميكا، دول بنسبه 90% دول اللي خلاص هيجوا النادي الاهلي. تمام تمام. فالراجل اصلا وبقول لك كمان صرفوا النظر عن صفقه مرعي، لان الراجل مش مقتنع بيه برضه، مش مقتنع بمرعي، لما شافه قال لك اللي عندي في الفرقه لا احسن منه او زيه، فانا مش عايز حد زي اللي عندي في الفرقه، أنا لما اجيب حد اجيب حد احسن. بس وفي كلام عن اسد الحملاوي برضه، كلام كبير جدا ان المفاوضات مكثفه معاه جدا، ان اسد الحملاوي ممكن يجي النادي الاهلي، المهاجم مهاجم قوي جدا طبعا، فده ممكن يجي النادي الاهلي. وفي كلام بيتقال ان وسام لا مفيش نيه للتفريط فيه ومش هيمشي، وريبيرو كمان متمسك بيه جدا ومش عايزه يمشي. بس ما دام في تكثيف مفاوضات لاسد الحملاوي، اعتقد كده لو اسد الحملاوي ده جه يبقى خلاص كده وسام بره النادي الاهلي، دي مفيش فيها خلاف ولا كلام. يعني برضو حاجه بالعقل كده من غير ما تسمع اخبار، ما دام بيكثفوا مفاوضات مع اسد الحملاوي يبقى وسام خلاص جاي عروض وهيمشي. سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان وسام ماشي، ان وسام مش ماشي. لا، ما دام في تكثيف مفاوضات من ناحيه المهاجم تقيل، يبقى المهاجم التقيل اللي عندك هو اللي هيمشي. اسد الحملاوي ما جاش، يبقى اعتقد بنسبه كبيره وسام مش هيمشي يعني ان شاء الله. دي كام حاجه كنت حابب اتكلم فيها معاكم، والحلقات تقريبا معظمها هيبقى تصريحات، لان انتوا عارفين طبعا ان خلاص بقى احنا فنشنا كل البطولات، فمعظم ال الكلام هيبقى عباره عن تصريحات يعني. في كمان سؤالين حابب اسالهم ليكم علشان خاطر برضو تجاوبوني في التعليقات. يعني اول حاجه عن بطوله كاس العالم يا جماعه، بطوله كاس العالم للانديه دي يا جماعه انا حاسسها ان بطوله فاشله جدا يعني، بسبب الطقس مش بسبب حاجه تانية. هي كويسه في كل حاجه، تقديم وكل حاجه وشكل اللعيبه وكل حاجه، بس مشكلتها في الطقس ان انت توقف اكتر من 8 او 9 مباريات في البطوله لغايه دلوقتي، تقف مباراه تقف بالساعتين ومباراه تتاجل يوم وما اعرفش ايه. فاصلا يعني بطوله فاشله بسبب الطقس، ان هي ما ينفعش على ارضها يتعمل بطوله امريكا. انت شايف ايه يعني؟ انت قول لي رايك برضو في التعليقات، انت شايف ايه برضو؟ هل البطوله دي فاشله او ايه اللي ناقصها بالظبط يعني؟ وفي سؤال برضو الجماهير الاهلي، انت شايف ايه اكتر مركز الاهلي محتاج فيه تدعيم؟ اكتر مركز الاهلي محتاج فيه يدعم فيه؟ وقولوا لي برضو رايكم في الكومنتات كده، وقولوا لي برضو اكتر مركز نفسكم تشوفوا فيه لعيبه في الاهلي، او نفسكم مين يمشي برضو من النادي الاهلي. يا ريت برضو تقولوا لنا، ويمكن نفيد بعض يعني، يمكن حاجه احنا مش واخدين بالنا منها او لعيبه مش واخدين بالنا منها انها تمشي او انها تيجي، ممكن حد يقول اسم كويس يعني. وشكرا انكم سمعتوني، والسلام عليكم.